السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيخ مصطفى من بوابة الأسماك بالساحل الشمالي. الحقيقة جات لنا تليفونات كتيرة، مدام سارة ومدام مي والمهندس أيمن كلمونا على أساس إن هم مش بيعرفوا يعملوا البول السنجاري في البيت، ويقولوا إن دي مشكلة ومش بنعرف نعملها زي عندكم وبتاع. لا، بقول لهم يا جماعة دي حاجة بسيطة جدا وممكن تعملوا السمك بأبسط الإمكانيات، ممكن تعملها في البيت. فطبعا احنا النهارده هنشوف الوقت بتاعنا بس يسمح قد ايه، فهنعرض لكم عشان دي الوقت بس هنعرض لكم البول السنجاري والصبيط، وهنعرض لكم برضك التعليم. بعض الناس بتسال برضك عن المهندس ايمن بيسال ازاي انا اعمل التعبان بالزيت والليمون واسلقه ازاي واعمله في البيت بطريقه سهله. والاستاذ كريم بيسال على شوربه الجمبري، ان احنا نعمل ايه في شوربه الجمبري ازاي. فباذن الله ربنا يقدرنا ونبدا نطلع حاجه. نبدا الاول حتى البول السنجاري. بصوا يا جماعه، اول مكونات البول السنجاري بيبقى حاجه عاديه خالص. بيبقى الكوكتيل بتاعنا اللي احنا بنعمله بقى في الخضروات، بيبقى عباره عن بصل، طماطم، فلفل رومي، جزر، فلفل سبايسي من اللي هو الصغير ده الحامي. يعني لو في اطفال ما تحطش معاهم، عايز تحط بارد تحط الفلفل الرومي. ويبقى مثلا حاجه زي البقدونس او زي الكزبره او زي الشبت. كل دي مكونات البول السنجاري. بقطعهم بالشكل ده جوليان، بيتقطع جوليان بالشكل ده كده. وبيبقى احنا مقطعين طبعا عشان مش هنقطع في الوقت، بيبقى سريع التحضير. كل المكونات دي على بعضيها، بصل، طماطم، فلفل رومي، جزر، كرفس، كزبره، جميع الاشياء الموجوده اللي في الخضروات بتحطها في السنجاري عادي. والطماطم بتقطعها كده قطع تخينه عشان ما تتحرقش معاك كلها. دلوقتي احنا ممكن احنا هنشتغل طبعا عندنا هنا بيشتغل في الصواني البيت دي. انت هتشتغل تصنيع في البيت تصنيع من العاديه اللي عندك. بنعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بنجيب الاول بنعمل فرشه من تحت كده، وفرشه من تحت كده عندنا في الصواني. ويبقى الفرشه ليه الفرشه دي؟ عشان النار ما تلسعش السمك من تحت. طبعا عندنا بقى التوابل بتاعتنا بتبقى كزبره وكمون وبهار سمك. وعندنا صلصه مضروبه في الخلاط، بتبقى كده صلصه نظيفه. الطماطم طبعا حاولوا انكم ما تستخدموش الصلصه المغلفه او الصلصه المعبأه دي، لان بيبقى فيها كميه اجزاء عاليه بتبقى ضاره على الاطفال. بيبقى عندنا ثوم، عباره الثوم ده بيبقى ثوم مفري عليه جوز كتير، بهار جوز كتير، وليمون وخل، كل المكونات بتاعته وملح. بجيب البولي السنجاري. طبعا اولا البولي لازم نعرض البولي عندكم، لازم البولي يبقى شكله كويس وجميل كده زي ما انتم شايفين. دي طبعا سمكه متنضفه من النص. السمكه بتبقى مقفوله عندي كده زي ما هي. بفتحها انا بالسكينه نصين كده وانضفها، افتحها كده من الجناب واشيل الكراشين واغسل الجناب دي والحاجات دي. حتى لو عندك فرشه سنان نظيفه ممكن ان انت تنضف وتنزل كل الحاجات والرواسب اللي فيها، وتنقع السمك في ميه بخل. تحط السمك في ميه بخل لان الخل بيشيل الزفاره بتاعت السمك. فنبدا ان احنا نرص الحاجه بتاعتنا كده. نبدا ان احنا نرص الحاجه بتاعتنا كده. الفرازات كده طبعا عشان تبقى طبعا احنا هنعمل كميه على قد الكميه اللي احنا عايزينها. كده انا جهزت الصواني بتاعتي. طبعا السنجاري ما بياخدش وقت في السوا. ببدا اجيب الثوم الاول واحشي زي ما انتم شايفين كده. بحشي الثوم كويس كده، ثوم وليمون وخل. شايف الحاجه دي؟ اهم حاجه يا جماعه سمك الجسد الخل، لان الزفاره ما بتروحش الا بالخل. سنه قرفه صغيره برده تحتهم تدي شكل وتدي منظر. وبعدين نبدا نجيب عندنا الكمون، نرش الكمون كده عشان يدي معانا التست ويعمل التست كده. وبعدين الكزبره، وبعدين بهار السمك. بهار السمك طبعا ده بيبقى بيتباع في اي محلات عطاره كده كويسه، بيبقى موجود فيها. وبعدين بنبدا نحط اللي هو الحاجه بتاعتنا. طبعا دي مملحه، دي جاهزه على طول مملحه. انت تحط ما تعليش نسبه الملح برضك عندك، تبدا تحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكترش الخلطه قوي فوق السمك عشان السمكه تاخد معاك بشكل جمالي كده. باجي من الجناب
اوزع الصلصه بتاعتي كده، الصلصه المطبوخه خلاص عشان تدي معايا شكل حلو للسنجاري وتتحمر في النار زي ما احنا شايفين كده كده. بحط على السجاد وبعدين ببدا اتبل تتبيله بره خفيفه الوش كده. ابدا احط الطماطم بتاعتي مقطعها بشكل رباعي عشان ايه ما تتحرقش في النار وتتلمع. عايز برضه احط فلفل مثلا كام قرن فلفل في الوش ماشي، مش عايز فيه ارقام صغيره خلاص بلاش. بعد كده احط الزيت بتاعي، احط كميه الزيت في الوش بتاعتي وهبدا ان انا ايه اعرض السمك على